السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مكة وبوسي. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى حلة بسلة باللحمة. طبعا العيد قرب وكل أكلنا هيبقى باللحمة. بعد كده حطيت بقى معلقة سمنة كبيرة وشوية من الزيت، وقطعت بصلاية صغيرة كده عليهم. وانا بشوح البصلايه كده كنت سلقه لحمه. كل ده انا بختصر لكم الفيديو عشان طبعا انتوا عارفين يعني الحاجات دي كلها. بعد كده حطيت اللحمة بقى ايه بعد ما اتسلقت سوا الا ربع كده، تكون حتة لحمة حمراء دسمة زي ما تحبوا يعني. وهشوحها كده شوية مع البصل، وحطيت رشة من الفلفل الاسود على اللحمة، ورشة من الكزبرة الناشفة. بس كده، مش هنحط اي توابل تانية. وبعد كده هنحط البسلة بالجزر. انا كنت مفرزاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بجيب كده كمية الخضار اللي هتناسبني مثلا في الشهر وبحطها في الفريزر. وخلطت طماطم عليها زي ما انتوا شايفين، ما نكترش الطماطم قوي يعني مثلا على نص كيلو البسلة ممكن نحط مثلا 3 طماطميات كده ايه وسط يعني. وبعد كده حطيت معلقة من هريسة الشطة، بتخليها حلوة جدا. ما عندكيش هريسة شطة ممكن تقطعي قرن فلفل احمر كده او تخلطيه في الخلاط. وبعد كده حطيت هرس الشطة زي ما قلنا، وهنقلب بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. يعتبر كده احنا عاملينها ني في ني. الطبيخ الني في ني بيبقى خفيف. انا مش محمرة البصلاية، عشان كده يعتبر هي ني في ني يعني. واول كده بقى ايه ما تنشف معانا ونحس ان البسلة استوت، هننزل بمية مغلية. حابين تاخدوا الشوربة بتاعة اللحمة زي ما تحبوا، بس انا ما حبيتش اخليها دسمة يعني، لان الشوربه كانت دسمه شويه. فحطيت الميه يعني تبقى خفيفه بما اني عاملاها ني في ني يعني. وهقلب بالشكل ده. وطبعا هنحط الملح بتاعنا، هنظبطه تاخد غلوة بس كده، وهتكون خلصت معانا حلة البسلة. من احلى الطرق اللي بعمل بيها البسلة، بتبقى حلوة. احلى ما تسبكي لها بتبقى حلوة جدا. لو مش هتعمليها باللحمة، هتحطي كل ني في ني على بعض، مش هتعملي الخطوة الأولى دي يعني. بعد كده بقى حمرنا الشعرية وحطينا الرز عليها. يعني فيديو مختصر كده ولذيذ وحلو وخفيف عليكي يعني. وبعد كده قلبت الرز مع الشعرية، وحطيت الملح ورشة بسيطة من الفلفل الأسود. وطبعا حطيت سمنة في الأول وزيت يعني. حابة تعمليه بزيت بس زي ما تحبي، بس معلقة السمنة البلدي بتديله ريحة وطعم حلو، أو زبدة صفرا. وبعد كده حطيت برضو مية مغلية عليه. حابة تسقيه بشوربة زي ما تحبي برضو، بس بما ان الاكل خفيف فخفيف كده ايه فخليها مية من الشوربة. وظبطت المية بتاعت الرز كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. اول ما يتشرب معايا الرز هنوطي عليه، وهنسيبه بقى يستوي زي اي رز عادي. طبعا ده الرز المصري، يعني اكلة مصرية لازم رز مصري يعني. هنا بقى البسلة معانا استوت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده مع اللحمة، بتبقى حلوة جدا يعني. بجد من احلى الاكلات اللي بحبها وخفيفة يعني. هنا بقى غرفتها زي ما انتوا شايفين. حابينها تقيلة هتقللوا المية شوية، بس انا بصراحة بحبها السوم كده، ولا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي يعني. تبقى حلوة كده مع الرز. لو يعني انا بحبها مع الرز فبعملها خفيفة سنة يعني. حباها غموس بس هتقليها شوية. طبعا كل واحد بيعمل الاكل اللي بيحبه يعني. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين كده شكلها بيتكلم يعني. بصراحة كان طعمها حلو جدا. وعلى فكرة انا كنت حاطة عليها معلقة سكر صغيرة، بس نسيت اقول لكم يعني وانا بحط كده التوابل حطيت معلقة سكر صغيرة. وهنا بقى الرز زي ما انتوا شايفين مفلفل بقى وشكله حلو. واكله خفيفه ولذيذه، بما ان بقى البسله نازله الايام دي فحبيت نعملها عشان نمشي بقى ايه على اكلات الموسم بتاعت دلوقتي. وطبعا اكلي فيه لحمه لان العيد خلاص قرب، فحبيت اعمل لكم الاكله دي واوريها لكم. طبعا اهم حاجه ما تنسوش اللايك والاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.